بال الله حار والمواقع ماشي كما الواقع. راني حاير كي جيت الله يبارك من البوليسيه الشعب. ما ديما نقول لك الله يبارك بكل الله. المشاكل اللي كاينه ما بين المغرب والجزائر خلات بزاف ديال الناس انهم يخافوا يدخلوا للمغرب مثلا او يدخلوا للجزائر، حيت عندهم فكره، وهذه الفكره طبعا جابوها من خلال مشاهده الفيديوهات اللي كتظهر على الانترنت. لكن من خلال المشاهدات ديالنا للفيديوهات اللي بانوا في الايام القليله الماضيه على فريق قسنطينه والجمهور ديالو، واللي جاوا لمدينه وجده عبر مطار انقاد، واللي قالوا بصريح العباره انهم ما كانوش متوقعين هذا الاستقبال، وانه الواقع ماشي هو المواقع. هنا كنشوفوا بالله ان قوه الميديا والبروباغندا اللي كديرها قادره تدمر جميع الاشياء ومنها العلاقات الاجتماعيه. تخيل معايا بلدين جارين نفس الديانه ونفس اللغه ونفس حتى الثقافه وعندهم حدود بريه لكنها مسدوده منذ 3 عقود تقريبا. في المقابل كتلقى الشعوب بيناتهم متحابين وكيبغيو بعضياتهم، لكن في المواقع كتلقى حاجه اخرى. وهذا الى دل على شي حاجه كيدل على ان ايادي خفيه وتقدر تكون خارجيه لتدمير هذين الشعبين وما يخليهمش يتفقوا على حاجه واحده، حيث هما عارفين الى اتحدت المغرب والجزائر غادي يكونوا قوه ضاربه بمعنى الكلمه، قوه ضاربه، وغادي يوضعوا افريقيا واوروبا تحت السيطره. لكن الاعلام والميديا قدروا انهم تقريبا يسيطروا على عقول الشعبين وقدروا يوصلوا لداك الشيء اللي بغاو. لكن ان شاء الله بحول الله غادي تكون هناك نهضه لهذين الشعبين وغادي تكون نهضه قويه ان شاء الله. وانا في رايي الشخصي خاص يكون اتحاد وتلاحم بين هذين الشعبين، حيث راه بصح غادي يكونوا قوه ضاربه في المنطقه. وانتم قولوا لي اش بان لكم، قولوا لنا الراي ديالكم في هذا الموضوع. كان معكم ابراهيم على قناه ابراهيم بي اش زد. نتلاقاو في فيديو جديد وتهلاو.